السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري تغذية جامعة القاهرة، وده الفيديو الثالث في سلسلة علاج مرضى السكري النوع الثاني ومقاومة الأنسولين. الفيديو ده أنا مخصصه للبنكرياس بس، هنتكلم فيه عن البنكرياس عشان أهميته، وعشان لو أنت عندك مشكلة سواء مقاومة أنسولين أو ما قبل السكري أو السكري النوع الثاني تفهم البنكرياس بتاعك وتفهمه صح وتهتم بيه، وتعرف ان هو كنز لازم تحافظ عليه لو انت لسه مصاب حتى بالسكري النوع الثاني اول 3 سنين. البنكرياس هو العضو طبعا اللي بيفرز الانسولين، وهو الهرمون الرئيسي المسؤول عن مشكله مقاومه الانسولين ومرحله ما قبل السكري والسكري النوع الثاني. اتفقنا ان مقاومه الانسولين معناها ان البنكرياس سليم تماما وبيفرز الانسولين، لكن الانسولين مش قادر يقوم بدوره بشكل كويس. بيبدأ يحصل سلسلة من الأحداث لما تبدأ يحصل لك مقاومة الأنسولين، وهي كالتالي: لما جسمك بيرفض الأنسولين ويرفض يشغله، البنكرياس بيفهم إن أنت عندك مشكلة، فبيزود إنتاج الأنسولين ظنا منه إن لما يزود إنتاج الأنسولين المشكلة هتتحل. وبالفعل المشكله بتتحل لو انت عندك مقاومه انسولين او مرحله ما قبل السكري. البنكرياس بيزود افراز كميه الانسولين عشان خاطر يضغط بشكل كبير يشيل السكر من الدم، وده بينجح لو انت عندك مقاومه انسولين او مرحله ما قبل السكري. بنكرياسك شغال على اخره وبيضاعف انتاج كميه الانسولين اللي انت بتاخدها. لما جسمك يرفض حتى الكميات الاضافيه بقى اللي البنكرياس بيفرزها، خلاص الجسم بيبقى رفض كل الكميات اللي البنكرياس بيفرزها، بيبدا يحصل او نخش في مرحله السكري النوع الثاني، اللي هو البنكرياس عمال يفرز كميات كبيره جدا من الانسولين، لكن كل الكميات دي مش شغاله. اللي انا قلته ده بيعمل عمليه اجهاد للبنكرياس، يعني البنكرياس عمال يفرز 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 لحد ما بيحصل له عمليه اجهاد، ويبدأ بعد فترة، بعد 5 سنين من الإصابة بالسكري، يبدأ يفقد قدرته على إنتاج الأنسولين. يعني أول سنة واثنين وثلاثة بيبقى بيجاهد على آخره إن هو يفرز أنسولين ويحسن حالتك الصحية، لكن لو أنت ما ساعدتوش بيبدأ يعطل ويفقد قدرته على إنتاج الأنسولين بعد كده، ونبدأ في مرحلة فقدان السيطرة أو فقدان إفراز الأنسولين، أو بيتا سيل أو خلايا بيتا سيل البنكرياس بيبدأ يحصل لها ضمور بسبب الاجهاد العام للبنكرياس. ده طبعا يختلف اختلاف السماء من الارض ما بين النوع ده وما بين النوع الاولاني. النوع الاولاني المرض بيبدا، اللي هو السكر النوع الاولاني، بيبدا المرض بتدمير الخلايا، خلايا مناعيه بتروح تدمر الخلايا وخلاص الموضوع خلص. اما النوع الثاني، الخلايا بتعطل وبتتدمر كنتيجه للافراز الزايد للانسولين اللي عمال البنكرياس يعمله، مجهد وعلى اخره وعمال يفرز كميات كبيره، والكميات كل اللي بيفرزه ده عطلان ومش شغال بسبب ان انت ما بتعملش نظام غذائي ومش بتساعده ان هو يشتغل بشكل صح. فالجزئيه دي محوريه في علاج السكري النوع الثاني. ليه محوريه؟ لان اول 3 سنين زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات بيكون عندك فرصه عظيمه جدا ان انت تعالج المرض، لان البنكرياس بتاعك لسه سليم. يعني لو عملت تحليل وظائف بنكرياس هتطلع سليمه 100%، وهيطلع البنكرياس وظيفيا ممتاز وبيفرز لك كميه انسولين كويسه. يبقى الدور عليك ان انت تساعد البنكرياس وان انت تعالج المقاومه، تعالج مشكله الانسولين نفسه بالنظام الغذائي وبالرياضه. عشان كده دايما اي حد بيجي لي العياده او بيتابع او بيستشيرني كنصيحه، بقول له ان انت لحد اول 3 سنين تقدر تعالج نفسك علاج نهائي من المرض تماما، لان بنكرياسك شغال. وعايز اقول حاجه بس عشان ما بقاش بدي امل كاذب: في ناس بتجيلي بعد 5 سنين، مش 3 سنين، بعد 5 سنين وبنعمل وظائف بنكرياس، بيبقى في نسبه لسه شغاله بنعتمد عليها وبنعالج المشكله بشكل كامل. لكن الحقيقه ده مش في كل الناس، في بعض الناس بس. لكن الاكيد والاساس ان انت لو لسه خلال 3 سنين تقدر تعالج نفسك علاج كامل ونهائي من المشكله طول ما البنكرياس بتاعك شغال. اذا هنا الملخص بتاع الكلام اللي انا بقوله: ان انت لو انت عندك مقاومه انسولين او مرحله ما قبل السكري او السكري النوع الثاني في اول 3 سنين، جسمك بيستغيث ان انت تتدخل بالنظام الغذائي والرياضه وتعالج له المشكله بدون دواء، بدون ما تكمل، بدون ما بقى اسمك مريض سكر بشكل رسمي وتكمل طول حياتك بالشكل ده، لان لسه القطعه الذهبيه اللي هي البنكرياس موجوده في جسمك وشغاله وبتفرز الانسولين بتاعك. فنصيحة: لو انت مصاب بمقاومة انسولين او ما قبل السكري، ما تعملش تحاليل
بتاعه البنكرياس، انت كده بنكرياسك وظيفيا شغال 100%. لو انت دخلت في مرحله السكري النوع الثاني اول 3 سنين، ممكن تعمل تحليل وظائف بنكرياس اللي هي البيتا سيل فانكشن، وتحليل ممكن لو انت يعني عايز تعمله اكتب لي في الكومنتات وانا هكتب لك اسم التحليل، تعمله وتتاكد ان بنكرياسك شغال وتبدا خطه العلاج. الفيديو ده هيقف لحد هنا ان شاء الله، وفي الفيديو الجاي هنبدا نتكلم على النظام الغذائي، هنبدا نتكلم بشكل جدي على الخطوات الفعليه القويه. الفيديو ده ما كانش متخطط له ان هو ينزل، لكن حبيت انوه على الموضوع لان دي نقطه غايبه عند ناس كتيره جدا. هنبدا ان شاء الله رب العالمين نبدا في خطه العلاج النظام الغذائي في الفيديوهات الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله في الفيديو الجاي استنونا، وهنبدا كلام قوي جدا عن النظام الغذائي مع مرضى السكري.